لم يخفي عضو المكتب الفيدرالي حكيم مدان انبهاره بملعب 19 ماي بعنابة، حيث وصفه بالجوهرة، كما كشف أن الكاف طالبت بإجراء مواجهات تجريبية في كل ملاعب الشان لقياس درجة الجاهزية قبل انطلاق المناسبة أو المنافسة الرسمية. تغطية لزهير الشطب. تواجدي هنا في عنابة جيت يعني مبعوث من الكوميتي دورغانيزاسيون يعني لوكال بور فوار لافونسمون دي ستاد والاشغال هنا في ملعب 19 ماي. والحق انا تفاجأت يعني بالشيء اللي شفته. نظن باللي الملاعب كاع اللي شفتهم، نظن باللي عنابة راح تكون يعني مفاجأة وتكون تحفة حقيقية، لأن الجهود المبذولة من السلطات المحلية والناس عنابة وكل الناس يعني متجمدين باش إن شاء الله تكون هنايا يعني يكون حفل وعرس كروي لمدينة عنابة اللي تستاهل كل خير. لا نظن يعني الاشغال يعني نقدر نقول باللي مازال الا بعض كيلكو روتوش، يعني بعض الروتوشات، ولكن نظن باللي الاغلبيه يعني يكون الملعب جاهز لاحتضان يعني كاس الشان. وان شاء الله يعني قبل الشان تكون هنا مقابله باش، لان الكاف كما تعرفوا الكاف يعني طلبت باللي كاع الملاعب اللي يجروا فيهم المنافسات يديروا فيهم ان تيست ايفنت. الو ان شاء الله يعني في عنابة ايضا يكون فيه هنا مقابله قبل الشان، يعني اما المنتخب الوطني يعني احد من المنتخبات الوطنيه او مقابله تاع البطوله، لان لازم تكون يعني ان تيست ايفنت باش ان شاء الله نشوفوا الاشياء. ولكن حقيقه يعني المسؤولين مشكورين على هذا يعني كل ما قاموا به، وناس عنابة يستاهلوا ما تقدرش دير شان وتنحي مدينه مثل عنابة. شكرا.